سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. نو ديال الفنيانه نديروا عنايه بالبشره مع بعض. الوجه نتاعك هو المرايه اللي تعكسك، كي تتهلاي فيه كلي تهليتي في روحك كامل. ما تحتاجيش كامل لي برودوي غاليين باش تتهلاي في روحك، بالعكس بشويه برودوي وانتي اتهليتي في روحك وراح تشوفي الفرق على وجهك كيفاه يولي نقي وحي ويعكس الطاقه الايجابيه نتاعك. دوكا ندوزو للخطوات. اول حاجه نستخدموها هي الغسول الزيتي اللي هو غني عن التعريف، ينقي المسامات بعمق، خاصة هذيك اللي تستخدم المكياج كل يوم ولا تستخدمه ثقيل، راح ينقي لك المسامات نتاعك بعمق من الداخل. على هذه كل وحده تستخدم الغسول الزيتي، ومن الأحسن أنك تستخدميه يوميا إذا توفر عندك، وإذا حبيتي تستخدميه أسبوعيا ولا شهريا هذه حريتك الشخصية. أنا ننصح به تستخدميه ولا تدخليه في روتينك اليومي. انا نستخدم هذه لامارك بيوليلا، غنيه عن التعريف، ما كاش اللي ما يعرفهاش. كنت شريت السعر تاعها 100 وزياده، والله مانيش فاش شحال مي لامارك هايله. من بعدها الخطوه الثانيه راح نغسلوا الوجه نتاعنا بالغسول الرغوي. الخطوة الأولى اللي نستخدموها قبل ما نديرو أي عناية هي ننظفوا الوجه نتاعنا بعمق. على هذيك نستخدم هذا الغسول أنا من زورا، اللي تحب ولا اللي يخرج عليها أي غسول راح تستخدموه، ماشي شرط تستخدمي لي مارك اللي راني نوريلك فيهم. بعدها ندوزو للخطوة الثالثة، راح نديرو بخار الماء باش نفتحوا المسامات. كي نديرو مقشر ولا ماسك راح ينقينا بعمق. انا استخدمت، ومن الاحسن تضيفي للبخار الماء نعناع ولا ليمون ولا اي عبصه مفيده للوجه، بهكا باش تدخل مع المسامات ولا تدخل مع هذاك البخار في المسامات نتاعك. ديري سربيته على وجهك وخليه يعرق مليح مليح باش يفتح لك هذوك المسامات، حتى انه ينحي لك الاوساخ من الوجه. الخطوة الرابعة هي أنه نحو الرؤوس السوداء أو الرؤوس البيضاء. أنا نستخدم هذه لاباراي اللي تنحي الرؤوس السوداء، وإذا أنت ما عندكش هذه لاباراي أختي معليش، كاين البديل تاعها، تقدري تستخدمي الماسك الاسود اذا عندك، ولا كاين واحد العفسه تنحي لي بو نوار راح نحطها لك الفوق. السعر تاع هذه لاباري كنت شريتها 150 الف، كانت برومو هذاك الوقت. على هذيك انا نستخدمها وتعجبني. تحطيها هكا على فوق النيف تاعك، هي راح تشد لك هذوك لي بو نوار وتخرجهم لك. هايله ننصحكم بها. من بعد نجوزو للخطوه الاهم هي الغوماج والماسك. انا نستخدم هذه لا مارك من كاليديرن، ما كاش اللي ما يعرفهاش عفوا، وهي غنيه عن التعريف. السعر تاعها في متناول الجميع وفعاله بالنسبه لي انا نشوف هكا. واذا عندكم ماسك وغوماج من لا مارك واحده اخرى ويخرج على وجهكم عفوا تقدروا تستخدموها. انا نستخدم هذا الغوماج فيه حبيبات نتاعو خفاف على البشره تاعكم، ما يجرحهاش، ما دار لي حتى اعراض جانبيه، ما نوض لي حب ما يجي للبشره تاعي. على هذيك نستخدموه هو. السعر تاعو كنت شريته 50,000 ولا 55,000 والله ماني عارفه. هنا حبيت نوري لكم اللي ما عندهاش هذه لا مارك اللي مازال ما شراتهاش، نوري لكم كيفاه يجوا الحبيبات نتاعو، كيفاه ماشي خشان وما يضرولكش البشره نتاعك. ديريه على الوجه تاعك وتستخدميه بشكل دائري مدة دقيقتين إلى 3 دقائق. من بعد تغسليه بالماء الدافئ. بعدها عفوا، بعد ما نغسلوا المقشر وبعد ما نكونوا قشرنا الوجه تاعنا نروحوا نستخدموا من نفس لا مارك الماسك نتاعها. انا استخدمت هذا تاع الخيار، وكاين فيه بزاف انواع، انتي واش تحبي. على هذيك انا طبقت هذا ويعجبني في الحقيقه. هكا يجي من الداخل القوام تاعو، والسعر تاعو نفس السعر تاع الغوماج. كان واحد الوقت ما كاش هذه لا مارك، مي دوكا صدتها في لي كوزميتيك، اللي تحب تستخدمها هانيك. من بعد نستخدموا التونر. بعد ما نكملوا كامل الخطوات نجو هنا نغلقوا المسامات بالتونر. كاين خطوه انا ما صورتهاش، وهي انه نجوزوا على الوجه قطعات تاع الثلج. تكوني درتي الثلج في الفريغو يجمد، من بعد تجوزيها على الوجه تاعك باش تغلقي المسامات. من بعد تجي ديري هنا التونر، موراها تستخدمي اي مرطب ولا اي سيروم عندك. انا استخدمت هذا السيروم تاع ابو سعد تاع النيله الزرقاء. في الحقيقه يا بنات راني نستخدم فيه مي ما حسيت بحتى حاجه، مي جست راني نكمل فيه وخلاص. على هذيك استخدمت هذا، وانت استخدمي اي مرطب ولا اي سيروم عندك.
واللي عندها حب ودار لها بقع في الوجه عفوا ننصحكم بهذه لا مارك تاع سيكاتريل بيو، مليحه. مع الوقت راح تصيبي نتيجه، راح تشوفي هذيك البقع السوداء بدات تخف وبدات تروح مع الوقت مع الاستعمال. وهنا نكونوا وصلنا نهايه الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم حبيباتي الفيديو، واذا عجبكم ما تنسوش تخلوا لي لتحت في التعليقات كومنتار شباب كيما نتوما، وكتبوا لي واش راكم حابين تشوفوا افكار فيديوهات جايه.